لزراعة البطاطس الحلوة أو البامبي زي ما بنسميه في السودان، أنا باشتري واحدة من السوق وباخليها في البانتري والمخزن تزرع تطلع جذور، بعداك بدفنها كده في الأرض بصورة سطحية وأخلي الجذور مغطية بالتراب لحد ما تقوم، فبعد الفروع تقوم أنا باقطعها بمقص، وعادةً باخدها في موية باخلي الجذور جذور جديدة تقوم، ممكن زراعتها طوال لكن أنا باحب أخدها في موية وأخليها تطلع جذور، بتاخد حوالي 4 ل5 أيام تقريبًا، فهنا مستخدمة بس باغة بتاعة قهوة قديمة وقطعتها من فوق. فبعد 4 أيام أو 5 أيام أعتقد كانت طلّعت الجذور هنا، فأنا بعداك باشيلهم وبازرعهم في التربة. مفترض أو يُفضّل إن التربة تكون خفيفة، أنا التربة هنا اللي مستخدماها فيها ماروك طبيعي بتاع بقر أو رَس طبيعي بتاع بقر مخلوط مع تربة سطحية وخشب، فبس بازرعهم كده. أنا هنا أخدت الtrellis دي عندي tripod قديم استخدمتها كtrellis.